تقدر تتحكم في كل الأجهزة اللي شغالة بالريموت من خلال موبايلك من أي مكان بالعالم وفي أي وقت، وتقدر تضيف عدد لا نهائي من الريموتات على تطبيق إلكتروسكاي من نفس الجهاز، وتقدر تحط الجهاز في أي مكان سواء على السقف أو على الحيطة أو حتى على أي مكتب، وبكده تقدر تستغنى عن كل ريموتات البيت وتنسى مشاكلها. وتعالوا مع بعض نتعرف على الجهاز وطريقة ربطه بشبكة الراوتر وطريقة التحكم من تطبيق إلكتروسكاي. وأول خطوة هنعملها هي تهيئة الجهاز للربط بشبكة الراوتر المنزلي، وده بنعمله مرة واحدة بس. هنوصل الجهاز بالكهرباء من خلال وصلة USB من نوع تايب سي، ونضغط على زرار الكونفيجريشن من الجهاز، وهنلاقي لمبة البيان الخضراء بتزيد إضاءتها وتقل بالتدريج، وده معناه إن الجهاز دخل في وضع الكونفيجريشن. وبعد كده من الموبايل نختار شبكة الواي فاي اللي يبدأ اسمها بكلمة إلكتروسكاي، ونفتح تطبيق إلكتروسكاي، ومن الصفحة الرئيسية نختار صفحة ريموت كنترول، ودي الصفحة اللي هتظهر فيها أجهزة الريموتات بعد ما نعرف الجهاز. ومن الويندو دي نضغط على Add New Remote Device، وفي الصفحة دي تكتب اسم شبكة الراوتر المنزلي والباسورد ورقم الجهاز، والرقم ده لازم يكون مميز وما يتكررش، والرقم ده من 1 ل 99، يعني تقدر تضيف لحد 99 جهاز على نفس الحساب. وأخيرا نضغط على Add Device، وبعد ما الجهاز يربط بشبكة الراوتر والإنترنت هنلاقي إن لمبة البيان الخضراء والزرقاء شغالين بشكل ثابت. بعد ما عملنا كونفيجريشن للجهاز ندخل على صفحة ريموت ديفايسز، هنلاقي ان الجهاز اتضاف عندنا بالشكل ده، ومن البارس دي بتعرف درجة الحرارة ونسبة الرطوبة في المكان الموجود في الجهاز، ومن علامة الترس ده تقدر تغير اسم الجهاز على تطبيق، مثلا نكتب living room، وعلشان نروح لصفحة الريموتات نضغط على جو ريموتس، وهنلاقي مفيش أي ريموتات تم إضافتها. وعلشان نضيف ريموت جديد نضغط على علامة الترس دي ونضغط على Add New Remote. لو مثلا عايز أضيف ريموت تلفزيون نحدد من السلكشن إنه تلفزيون ونكتب اسم الريموت، مثلا TV Living Room، وبعد ما تخلص تضغط على Add New Remote، وتلقائيا هنروح لصفحة الريموتات وهنلاقي ان ريموت التي في تم اضافته بالشكل ده. وعلشان نعرف زراير الريموت نضغط على علامة الترس ده ونضغط على Assign Control. نبدأ بتعريف زرار الصوت Volume Up، ببساطة نضغط عليه وهنلاقي ان لونه اصبح لبني، وده معناه ان الزرار ده منتظر ياخد اشارة من ريموت التلفزيون نفسه. بالتالي نضغط على زرار الصوت فوليوم اب من الريموت نفسه وهنلاقي ان شكل زرار الفوليوم اب في التطبيق اصبح لونه ازرق، وبكده تكون عرفت زرار الصوت. وبنفس الطريقة تقدر تعرف باقي الزراير بكل سهولة. ودلوقتي تقدر تتحكم في التلفزيون من خلال موبايلك زي ما شايفين. سليم شو صاير بايدك؟ ما في شيء، امبارح انا وبوراك رحنا على الغابة وهنيك انجرحت. تقول كأنك ضارب الحيط، اكيد كتير عم يوجعوك. لا ما عم توجعني، ما في شيء، لا تشغلي بالك. جاهزة للامتحان سارة خانم؟ انا جاهزة ان شاء الله، انت جاهز؟ لك انا عندي انسة ما في اشغال منها، ورح ساوي اليوم كل ايه ده؟ يا مان مش فاهم، انت كلت مانجا وعندك حساسيه ولا ده كان دوفي بايظ وضرب على وشك ولا فيه؟ من كعية الاسفلت. يا شيخة اكيد متدلع عليكي، عايز اعرف غلطته عندك.
بنفس الطريقة تقدر تضيف أي عدد من الريموتات، وكمان تقدر تحذف أي ريموت. وكمان الجهاز يتميز انه تقدر توصله بأي حساس ديجيتال زي حساسات الحرارة او الدخان، ولو الحساس اخد اكشن هيوصلك نوتيفيكيشن على الموبايل بالرسالة اللي سجلتها. وتقدر تغير الرسالة دي من صفحة الريموت ديفايسز وتضغط على علامة الترس وهتظهر صفحة الإعدادات اللي منها تقدر تكتب الرسالة التحذيرية، مثلا فاير.